اختراع بدأ بحيلة تسويقية ذكية وتحول مع الوقت لثورة في كل مطبخ، بس مش عشان اللي بيعمله، عشان فهم الناس عايزة تسمع ايه. في أوائل الألفية فيليبس كانت عايزة تنزل جهاز جديد في المطبخ، بس كان عندهم مشكلة: لا الجهاز بيسوي أحسن من الفرن ولا بيخلي الطعم أحسن من القلي بالزيت. فكروا في حلول كتير وفي الآخر وصلوا لحل: ما نبيعه على إنه صحي، وقرروا يعملوا جهاز جديد بيشتغل بفكرة اسمها رابid اير تكنولوجي، يعني بيسخن الهواء ويوزعه حوالين الأكل في كل الاتجاهات. الحركة دي هتخلي الأكل يبان أكنه مقلي بس من غير زيت. الجهاز عمليا ما بيقليش، هو مجرد فرن صغير بمروحة، بس هم استعملوا مصطلح اير فراير واشتغلوا في تسويقه على فكرة الأكل الصحي، مع العلم إن الجهاز موجود من زمان بس عمر ما اتسوق له بالطريقة دي. بس هم استغلوا التوجه العالمي في الوقت ده لفكرة الأكل الصحي. فيليبس عرضوا الموضوع سنة 2010 في معرض IFE، والناس كانت شايفاه سحر، والطلب زاد عليه جدا والمبيعات طارت في السماء، وكل بيت بقى فيه اير فراير النهارده، وخصوصا بعد فترة كورونا لما الناس بدأت تهتم بفكرة الأكل الصحي. استنونا الفيديو الجاي عشان نحكي لكم على اختراعات أغرب وأغرب وأغرب. سلام.